السعودية تعلن مفاجأة تاريخية مع الجزائر بخصوص الصحراء الغربية ورد فعل هستيري من الإمارات والمغرب. كيفاش ردوا على السعودية منذ قليل، وكذلك الشعب السعودي يشارك في الحملة. صلوا على النبي وداروا لنا الإعجاب والاشتراك. متابعينا نبدأ نسمعوا التقارير وقارنوها، نعرض لكم البعض من الإمارات والبعض من المغرب، والأهم هو من السعودية، لأن السعودية الآن في قنواتها التلفزيونية تتحدث بلفظ الصحراء الغربية. أما الإعلام الإماراتي خاصة منذ التصعيد والضربة الجزائرية الأخيرة ووصف الرئيس بولي الامارات بالدويله، ولاو خلاص يقولوا فقط الصحراء المغربيه على حد قولهم. نسمعوا اولا مع الاعلام السعودي ومن بعد نروحوا للشعب السعودي لانه يهمنا بزاف. أعلن المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفن دوجاريك أن وفود رفيعة المستوى أممية وأمريكية تتحاور مع أطراف النزاع في مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية. ركزوا معنا متابعينا مليح، لانه راكم تشوفوا الاعلام السعودي يتحدث بلفظ الصحراء الغربيه وفقط. اما الاعلام الاماراتي دوك نسمعوها ايضا. نكملوا اولا. تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير. تنفض الغبار عن ذلك الركود الذي يتمثل في عمل الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة كذلك متابعينا على عجاله، ومن بعد نرجعوا لهذه التقارير السعوديه واش راهم يقولوا بالتحديد. نسمعوا الان الاعلام الاماراتي ردا على اساس على السعوديه، لانه النظام المغربي ولا رانا نشوفوا باللي تقارب مباشره وراح يوقف ضد السعوديه في مشكلتها مع الامارات، توقف مع الامارات في مشكلتها مع السعوديه. لهذا الرد صارم من السعوديه. نسمعوا ايضا واش راه يقول مثلا الاعلام الاماراتي. الإعلام الإماراتي سابقا كان يقول يسميها القضية الصحراوية، الآن وش يسميها؟ واشنطن بتكشف رسميا قيادة مشاورات بشأن ملف الصحراء المغربي. راهم يسميوها مباشرة الصحراء المغربية كما راهم يقولوا هما. راكم تشوفوا متابعينا تحول جذري في الإعلام الإماراتي. أما الإعلام السعودي راه متزن جيدا. بل الأكثر من ذلك دوك تشوفوا كيفاش أيضا السعودية أدركت وكذلك تدعم قضية الصحراء الغربية وترد أيضا بالثقيل على النظام المغربي، لأنه قدم له العديد من المغالطات لعقود هذا النظام المغربي وحاول يغالط الشعب السعودي الشقيق. نسمعوا أيضا. المشاورات التي تقودها الولايات المتحدة في مدريد بخصوص ملف الصحراء المغربية عن استمرار تباين المواقف بين هذا الإعلام الإماراتي خلاص ولا يستعمل فقط لفظ الصحراء المغربية على حد زعمهم. المغرب والبوليزاريو ومن خلفها الدعم الجزائري. يذكر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 يشكل الإطار المرجعي الذي وراه يزيد يركزوا لك على اساس على الحكم الذاتي، رغم انه شفنا الاداره الامريكيه ولا شفنا حتى مشروع القرار في مجلس الامن كيفاش اكد على مبدا تقرير المصير. ولكن الاعلام الاماراتي ولا يغطي على هذا الشيء ولا يتعمد يحاول على اساس راح يستفزوا الجزائر ولا السعوديه بهذه التحركات. لا، صراحه الامر والواقع هو الواقع وليس المواقع والتصريحات هنا وهناك. ولكن تشهد قضية الصحراء المغربية خلال الأشهر الأخيرة حركية غير مسبوقة داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، خاصة مع تنامي الدور الذي يلعبه تغير متابعينا جذري في الإعلام الإماراتي مباشرة، خاصة بعد توجه السعودية مباشرة لاستعمال لفظ الصحراء الغربية. ما بقوش حتى يسميو باللي القضية الصحراوية. سابقا كان النظام المغربي يحاول يضغط، يحاول يستميل ويحاول يستعطف كذلك المملكة العربية السعودية. ولكن السعودية صراحة عندها موقف متزن منذ عقود من قضية الصحراء الغربية، ما تحبش تدخل نفسها. ولكن بما أن النظام المغربي يحاول يضرب مصالحها، السعودية ثاني عندها العديد من أوراق الضغط وممكن تقدم صراحة إضافة كبيرة لقضية الصحراء الغربية المهمشة. نسمعوا أيضا متابعينا الكرام الأخ السعودي واش راه يقول، ومن بعد نرجعوا للتقارير المهمة جدا من الإعلام والتلفزيون السعودي. أولا، من بداية تاريخ الكرة الأرضية دائما المشاكل حول الأماكن اللي فيها موارد، فأول ما تطلع ريحة موارد من أرضك حتلاقي يا حبيبي ناس يجونك من برا ويقولون هذه أرضنا، ويقعدون يقولون أسباب كثيرة توهم العالم أنه لهم حق في أرضك. الآن صراحة الشعب السعودي فهم القضية مليح وفهم قضية الصحراء الغربية واش تعني، وكذلك الظلم الكبير اللي تعرض له شعب الصحراء الغربية، وكذلك محاولة النظام المغربي بالفعل تمكن من الاستيلاء على أغلب ثروات الشعب الصحراوي ويستغلها بالفعل. نسمعوا أيضا. أنت المسكين الغلبان إذا ما كنت قوي أرضك تروح عليه. زي ما أنتم شايفين هذه جمهورية الصحراء الغربية. هذا الأفريقي والأمم المتحدة يضغطون على إسبانيا أنهم خلاص يطلعون من هذا المكان، ومع الضغوط الدولية على إسبانيا. وفي عام 1973 الصحراء الغربية يعلنون إنشاء جبهة البوليساريو علشان يبدأ شغل الاستقلال من إسبانيا. طبعا المغرب من بعد استقلاله وهي قاعدة تحاول تضغط علشان تخش شوية شوية على الصحراء الغربية وتقدر. لأنه متابعينا
نعرفوا بلي المغرب نهار استقل مثلا على اسبانيا وخرجت اسبانيا اللي كانت دايره حمايه للمغرب، من خرجت من المغرب هل ايضا المغرب مثلا استقلت مع الصحراء الغربيه لو كان جات تاعو؟ لا، استقل المغرب وحده كانت بجانبه الصحراء الغربيه، والصحراء الغربيه كان ثاني النظام المغربي حاول يتقاسمها مع موريتانيا، وبالفعل داروا اتفاق ومضاو الملك المغربي انذاك وكذلك الرئيس ايضا موريتانيا انذاك، وقبلوا عادي يتقاسموها، المغرب اخذ النصف والمغرب وموريتانيا اخذت النصف. لو كان جات مثلا هذه الصحراء الغربيه تاع المغرب هل يقبل يتقاسمها مع موريتانيا؟ ما يقبلش. ولكن الان المعلومات هذه راهي توصل للشعوب العربيه وخاصه للشعب السعودي، اللي راح ايضا السعوديه راح تحدث فارق كبير بدعمها لقضيه الصحراء الغربيه. انها تستحوذ على العيون، فعلى طول في عام 1975 وبعد اعلان جبهه البوليساريو بسنتين المغرب يشرد 300,000 مواطن شايلين اعلامهم ويسووا مسيره كبيره ويدخلون على حدود الصحراء الغربيه على اساس انهم بياخذونها بطريقه سلميه. طبعا ومن بعد مباشرة النظام المغربي بعد ما دخل الشعب تاعو تما للصحراء الغربية مباشرة راح هجم ولا يستغل في جميع المعادن، خاصة الفوسفات، خاصة الصيد البحري، المعادن الكبيرة تزخر بها هذه الصحراء الغربية. النظام المغربي حط يديه عليها وبدا يحلب وينهب فيها. اسبانيا يوم شافت حركه المغرب هذه على طول تتواصل مع الحكومه المغربيه وتقول ايش رايكم تيجوا عندي مدريد نحاول نتفق على موضوع الصحراء الغربيه، وفعلا يروحون مدريد وتصير اتفاقيه مدريد اللي هي غير رسميه ويتفقون على تقسيم الصحراء الغربيه، اسبانيا تعطي الشمال للمغرب والجنوب يكون معاها، المغرب دفعت اموال ضخمه انها تترك لها العيون علشان تقدر تدخل شركات المغربيه وتسيطر عليها علشان يكون عندها شرعيه على الارض. شفت كيفاش؟ يعني الهدف من المغرب علاش راه يحوس على الصحراء الغربية فقط للموارد اللي تزخر بها. هذا مكان تاريخيا هل كانت تابعه للمغرب؟ لو كان جات اصلا تابعه للمغرب لو كان ما تقاسمهاش مع موريتانيا باش تفهموا مليح. اسبانيا بعد اتفاقيه مدريد عرفت ان خلاص ما عاد لها مكان في الصحراء الغربيه وقامت اخذت عفشه وطلعت. يعني خرجت موريتانيا عاود انسحبت مباشره من الصحراء الغربيه، ولكن النظام المغربي ما حبش يحبس، ما حبش ينسحب، بالعكس شفتوا هذاك النصف اللي كانت مسيطره عليه مباشره موريتانيا زاد هو وراح ياخذ فيه النظام المغربي. على طول سكان الصحراء الغربية يعلنون عن إنشاء دولتهم اللي هي جمهورية الصحراء الغربية في عام 1976، ولكن المغرب شافت الهرجة هذه وراحت تواصلت مع موريتانيا وقالت لهم أنتم خشوا من الجنوب وسيطروا عليه اللي كان مع الإسبانيين، ونحن الآن بنعزز على الشمال ونسيطر عليه قبل ما أن جمهورية الصحراء الغربية تصير عندها شرعية دولية. طبعا سكان الصحراء الغربية أول ما شافوا المغاربة والموريتانيين خشوا بهذه الطريقة الغادرة يروحون يكلمون الجزائر، وفعلا الجزائر وليبيا يدعمون جبهة بوليساريو ودعموها بالفعل، وكذلك موريتانيا انسحبت متابعين بعدها. وانتم تفاهموا مع المغاربه، والمغرب يوم شافت موريتانيا انسحبت قالت يا حبيبي انا بحاول احمي الموارد اللي انا ابغاها، وتقوم تسوي جدار صحراوي على العيون علشان تحميها من سكان الصحراء الغربيه وبنفس الوقت تضمن ان الموارد في امان. شايفين كيف الحركات الخبيثه؟ علشان تعرف ان هي حرب موارد بس. طبعا الجزائر اول ما تشوف حركه الجدار هذا تروح تكلم الاتحاد الافريقي، وفي عام 1984 الاتحاد الافريقي يعلن عن ضم جمهوريه الصحراء الغربيه للاتحاد، والمغرب يوم تشوف الحركه الصادمه هذه تقوم تعلن انسحابها من الاتحاد الافريقي. المهم متابعينا الان بعد ما ولات توصل المعلومه لجميع الشعوب العربيه راح يحدث فارق كبير هذا الامر، ولكن متابعينا ايضا ليست دوله كما هو معلوم ولا تملك تلك الاوراق، واكيد لهذا وش رايكم؟